النهارده هبدأ فيديو جديد. صباح خير او مساء خير حسب وقتكم تتفرجوا. انا النهارده عاوزكم تستمتعوا معايا بمنظر الاتوبيس في رحلته من مدينة برايتون لمدينة اسمها ايستوبورن. الاتوبيس ده مشي بيا حوالي ساعة ونص. هتستمتعوا جدا 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 بالمناظر شوية في السكة. انا الاتوبيس دوت انا بس عامله للسكة، من اروع ما يكون. هتشوف حاجات ممتعة جدا طول السكة. مش هطول كتير في الكلام. استمتعوا بالفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس. وكمان اتمنى اني انا قايل لكم اعمل القناه دي بغرض ان انا اعمل صداقات. فلو تسيبوا كومنت وتعليق تقولوا الفيديوهات اللي فاتت رايكم فيها ايه. انا ساعات بسرع الكاميرا عشان ما يبقاش الرحله ممله، عشان دي في الطريق باتوبيس او بعربيه او انا ماشي برجليا. ساعات بطلع بوشي، ساعات بتكلم بفويس اوفر. فانا مستني الفيدباك منكم، هيفرق معايا كتير قوي 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 دعمكم للقناه ان احنا نستمر مع بعض. اوعدكم بتقديم كل ما هو جميل، وهتمتعوا عينيكم جدا النهارده برحله من اجمل ما يكون. اتمنى لكم يوم سعيد. يلا استمتعوا. سلام حبايبي، رحلة جديدة النهاردة من برايتون. هركب الأتوبيس العام بابليك ترانسبورت، وهروح بيه لمدينة اسمها ايستبورن. وده الفيديو اللي جاي هيكون عن مدينة ايستبورن، لكن فيديو النهاردة هو الطريق في السكة، لأن السكة من أجمل ما يكون. عاوز بس أقول لكم أنا ركبت الأتوبيس من أولد ستين، ودي قلت عنها في الفيديو اللي فات. ودي المحطة الرئيسية هنا. ركبت أتوبيس رقم 12، وفي 12 A و 12 X. سألت حد من الإنجليز إيه الفرق، فالراجل قال لي 12 اكس بيسكيب محطات، بيفوت محطات، مش بيقف في كله. 12 ايه بيوقف عامل زي القشاش، بيقف في كل محطة. قلت له انا رايح استوبورن اخر الخط. قال لي انصحك تركب 12 اكس 12 اكس احسن، عشان دوت هيوفر لك وقت كتير في السكة، خصوصا ان استوبورن هي بعيدة شوية، ساعة ونص بالاتوبيس اللي هو بيسكيب او بيفوت محطات. طلعت من برايتون وشفتوا الطرق اللي فاتت، الداون تاون بتاع برايتون. ودلوقتي انا على الشاطئ جنب الفندق بتاعي يعتبر. ودلوقتي انا ماشي بالاتوبيس من برايتون في اتجاه ايستبورن. لو انت وشك البحر ايستبورن تبقى على ايدك الشمال، ولو انت وشك البحر وورذنج اللي زرتها في الفيديو اللي فات على ايدك اليمين. دي باتوبيس بابليك ترانسبورت، رحت هناك وورذنج ب2 دولار او ب2 باوند استرليني انا اسف. وهنا برضو في الاتجاه دوت انا قطعت تذكرة ب2 استرليني بس، في الاتجاه من برايتون لايستبورن. لو سألتوني ايه جمال طريق استبورن وليه عامل له فيديو مخصوص، جماعة طول ما انتم ماشيين البحر على يمينكم واضح جدا، وفي كليفس ومنحدرات صخرية. احب بس انوه اني بتأسف لو الصورة قدامكم فيها دوتس سودا شويه او نقط سودا. ده بسبب ان الاتوبيس بتاع الازاز هو اللي من بره كان فيه حاجات مش قادر اتحكم فيها طبعا. فانا اسف لو انتوا الازاز بتاع الاتوبيس مضايقكم في نقاء الصوره. بقول لكم جمال الطريق بتاع ايستوبورن ان طول السكه البحر على يمينك، وانت ماشي فوق الكليفس المنحدرات الصخريه العاليه بتشوف منظر بحر على يمينك والمدينه على شمالك. وطول السكه يا جماعه بنعدي على قرى صغيره، مدن صغننه. بعد كده تخش ريف انجليزي، قلب الريف الانجليزي. بعد كده تطلع تاني تلاقي نفسك البحر ظهر، وتلاقي نفسك في ايستبورن. فانا حبيت جدا الرحله دي والطريق بتاعها. متعوا عينيكم معايا. عاوز اقول لكم انا راكب في الاتوبيس في الدور الثاني اللي فوق. قطعت التذكره زي ما قلت ب2 باوند استرليني. قطعت التذكره سنجل، الاشتراك بتاع اليوم زي ما قلت قبل كده ب5 باوند، لكن انا رايح وراجع بس، فقطعت ب4 باوند، 2 باوند رايح و2 باوند جاي. لو بصوا تاني متعوا عينيكوا على يمينك البحر وعلى شمالك المدن، وده الهاي واي. طبعا انا مسرع سرعه الصوره شويه عشان الرحله طويله. فانا عامل فيديو 12 دقيقه بس، فطبعا انا كده موفر دقايق كتيره قوي لو مشيت على السرعه العاديه. احب اقول لكم في اليوم دوت النهارده كان الجو كان جميل، كان الشمس طالعه عكس الجو بتاع من يومين وثلاثه. كان الجو ساقع، درجه الحراره 16، النهارده درجه الحراره حاجه و20. الشمس طالعه، الجو جميل، فجأة بقى جو مصيف. بس طبعا انا رحت جربت الميه، مستحيل المسها بايديا او برجليا، ساقعه جدا جدا جدا. لكن في اليوم ده احب اقول لكم الناس كانوا على البحر ماليين البحر، والناس نزلوا ميه، وكان يوم فرح قوي عندهم. دي مدينة واحنا نازلين هنا زي ما انتم شايفين، ملتقى المدينة مع البحر. ودي البيوت على الطراز الانجليزي الصرف.
طبعا الكلام دوت انا لا يمكن كنت اشوفه بالنقاء دوت والجمال دوت وانا قاعد في برايتون. فدايما بدي النصيحه: جماعه ما تقعدوش في مكانكم، ما تقعدوش في الفندق، اتحركوا وانزلوا، استكشفوا، خشوا على جوجل شوفوا ايه اللي ممكن تزوروه، اسالوا الناس. انا رحت استبورن لاني سالت الناس ايه الاماكن اللي ممكن ازورها بره برايتون. برايتون هي المشهوره قوي وممكن كنت قاعد فيها ال4 ايام، لكن اللي انا عملته دوت انا شايفه احسن. انا زرت 3 مدن جنب برايتون. زرت وورثنج، انتوا عرفتوها خلاص، ودي الطريق لايستبورن، الفيديو الجاي عنها. وفي مدينه ثالثه هخليها مفاجاه، هتشوفوا الفيديو بتاعها، بقعه من بقع الجنه على الارض. متعوا عينيكم بمنظر الكليفس، المنحدرات الصخريه. والاتوبيس اللي جاي في وش الاخضر اللي عدى دوت انا راكب زيه بالظبط. انا في الدور اللي فوق السواق. وبرده ما تتلخبطوش زيي، انا قاعد فوق وبتلخبط ان السواق الدركسيون يمين، فانا ببقى متلخبط هو ماشي ازاي والعربيات دي جايه ازاي. وبرده ده هاي واي، يعتبر ده طريق سريع شويه. احب اقول لكم ان انا وانا ماشي في السكه متعت عيني بالمناظر اللي انتم شايفينها كلها معايا. وعديت في السكه على منطقه اسمها نيو هافن. نيو هافن دي في بعض الناس نصحوني ان ممكن ازورها، فسالت بعض الانجليز برضو، قالوا لي لا دي مش هتعجبك في الزياره. دي عباره عن البورت اللي بتركب منه فيري او معديه بتروح بيها لفرنسا. فدي نقطه التقاء فرنسا مع انجلترا باقصر معديه او مركب في نيو هيفن. ودي انا عديت عليها على السكه لكن ما نزلتش ازورها. قالوا لي انت مش هتزور فيها غير البورت او المينا بس، ودوت هتخلصه في ربع ساعه، بعد كده هتزهق مش لاقي حاجه تاني تعملها. فانا ما زرتش نيو هافن، لكن نيو هافن على السكه من برايتون لاستبورن. وجاست كيس بقول لكم عشان لو انت في برايتون وحبيت تزور فرنسا، فما فيش داعي تروح لندن تركب قطر او تركب طياره. انت ممكن تروح، في واحد قال لي طالما معاك باسبور يساعدك على الدخول لفرنسا والشنجن، روح على طول اركب المعديه وعدي لفرنسا، رخيصه ومتعه وسهله، ولو مراكش ارتباطات وعندك وقت. متعوا نفسكم تاني. دي مدن تانية، دي البيوت الانجليزيه انا ماشي وسطها يا جماعه باتوبيس نقل عام بابليك ترانسبورت. طبعا عاوز اقول لكم انا بالذات محروم من المواصلات العامه لان عايش في فلوريدا، فما عنديش بابليك ترانسبورت هنا، كلنا عندنا عربياتنا. فدوت بيحط عليا هيدك ان لو انا رايح اي مشوار انا والاسره، رحله داخليه ولا حاجه، انا ببقى محتاج اسوق، محتاج ان انا اللي واخد بالي من السكه، محتاج اركز. لكن طبعا بالنسبه لي متعه ان اركب اتوبيس لمده ساعه ونص في الجمال دوت ب2 باوند بس. لا 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 لا، ده انا كده في حلم انا كنت بحلم بيه. فبالنسبه لي انا مبسوط جدا 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 جدا. متعوا عينيكم معايا بجمال القرى اللي بتبان على السكه والطرق عامله ازاي والخضره يمين وشمال. واحب اقول لكم حاجه تانية، ان الريف الانجليزي برضو منتشر في كل حته. يعني تستغربوا قوي، برايتون دي والمنطقه دي كلها يا جماعه كلها على البحر، احنا في جنوب ايطاليا، في جنوب بريطانيا، فدي كلها على البحر. فتخيلوا بقى ان مش سايبين ولا نقطه فيها مش مستصلحه ارض زراعيه. متعوا نيكو، دي بعض القرى اللي بنخش فيها بالاتوبيس وبيكمل سكته لغايه ما يوصل استبورن. بصوا الجمال، الخضره زي يمين وشمال ممتده، دي كلها مراعي طبيعيه. انا شفت حصينه، شفت جواميس بقر، شفت خرفان. طبعا دي كلها مراعي طبيعيه رغم انها جنب البحر، والمعتقد السائد ان جنب البحر صعب تزرع، لكن الناس دي مش سايبين شبر. اقتصاد انجلترا تقريبا قايم على الزراعه وقايم على الثروه الحيوانيه. عايز اقول لكم هنا احنا داخلين على منطقه اسمها سيفن سيسترز، والحته دي انا في التوقيت ده ما كنتش فاهم قيمتها، لكن هتعرفوا ايه السيفن سيستر دي في فيديو مخصوص. حته من بقاع الجنه، حته من بقاع الجنه، بقولها تاني، من اروع ما يكون. انا كده في السيفن سيسترز، والمنطقه دي هنا لقيت فيها ناس، الناس دول بيعملوا هايكنج او بيتمشوا. بصوا هنا يمين اهو، فالناس دي بتتمشى، ما كنتش فاهم بيتمشوا ليه. اتاري الطريق دوت ياخدك دغري في اتجاه البحر، وهتبقى انت تحت وهتشوف من هناك منظر كانك في الجنه. فانا ما كنتش عارف، لكن بعدين عرفت. انا كده السيفن سيسترز على يميني، لكن انا مكمل في طريقي لاتجاه استبورن. انا بشجعكم على الخروج، ما تقعدوش في مكانكم، ما تقعدش في الفندق، ما تقعدش في المدينه. لو رايح لندن ما تقعدش جوه لندن بس، لو رايح ليفربول ما تقعدش جوه ليفربول بس. هقول لكم لما رحت ليفربول عملت ايه، ولما رحت لندن عملت ايه، ولما رحت مانشستر عملت ايه.
فما تقعدش في مكانك بتتفسح، اخرج من بيتك، خد طاقة، غير جو، شوف مناظر، قابل ناس. يكفي بس تملي عينيك من المناظر الجميلة دي. تاني بأكد أن راكب أتوبيس بابليك ترانسبورت التذكرة ب2 باوند استرليني لمدة ساعة ونص. ده ولا في الأحلام. يعني أنا على فكرة لتر البنزين في إنجلترا ب1 باوند ونص، يعني بحوالي 60 جنيه مصري، يعني بحوالي 2 دولار، ده اللتر الواحد. فطبعا ان انا اروح المشوار ده كله ب2 باوند ده ولا حاجة. بنخش القرى، نطلع من القرى، نكمل طريق في الهاي واي. وزي ما انتم شايفين انا مستمتع جدا بالمناظر. آه، استمتعوا معايا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وشير فيديو وسيبوا لي كومنت تحت. احلى حاجه في الفيديو ده يا حبايبي ان انا كاني كنت راكب الاتوبيس وجنبي انتم وقاعدين بندردش مع بعض طول السكه، فانا ما زهقتش من السكه، واعتقد انتم كمان ما زهقتوش منها. فاشكركم ان انتوا بتتفرجوا عليا في الفيديو دوت ومديني من وقتكم، وانا حاسس ان في حد معايا مشير معايا الرحله. انجوي، استمتعوا بحياتكم، قضوا وقت جميل، اخرجوا اتفسحوا. واتمنى لكل حد التوفيق، واتمنى اسمع اخبار كويسه عن الكل. وتعليقاتكم تهمني جدا، الفيدباك بتاعكم يا جماعه هو المهم جدا بالنسبه لي. اشوف الكومنتس بتاعتكم، تعليقاتكم، اللي عاجبكم، اللي مش عاجبكم، اللي ممكن اغيره، اللي ممكن اطوره. وما انساش اكد يا جماعه على اهميه الكومنتس بتاعتكم، التعليقات اللي منها هفهم ازاي اكمل المسيره في اي اتجاه، الصوت، الاداء، التصوير. بصوا على المناظر، بصوا على الجمال، متعوا عينيكم. اشوفكم في فيديوهات تانية. شكرا على وقتكم.